بسبب حياته الخاصة، رومان سايس يهدد باللجوء إلى القضاء. هدد اللاعب المغربي والدولي رومان غانم سايس باللجوء إلى القضاء في حالة تمادي بالخوض في حياته الخاصة بعد مشاركة صور وفيديوهات خاصة له. ونشر سايس بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، جاء فيه: أولا وقبل كل شيء، أود أن أشكر جميع من ساندنا في الفترة الأخيرة في بطولة كأس العالم، فما حققناه كان نتيجة تشجيعكم ووقوفكم بجانبنا. كما أغتنم الفرصة لأوضح لكم وألفت انتباهكم بخصوص مسيرتي المهنية التي حرصت على عدم مزجها بحياتي الشخصية والعائلية، ولكن بالرغم من هذا ظهرت صور ومقاطع فيديو عبر الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي دون موافقتي، مما جعلني ألتمس منكم عدم التدخل في حياتي الخاصة. وتابع قائلا: أتمنى ألا تتكرر هذه الأشياء مرة أخرى، وألا أكون مجبرا على اتخاذ تدابير قانونية لازمة في حق أشخاص معنيين بالأمر. وأنوه أنني دائما سأستمع إليكم وإلى نصائحكم واقتراحاتكم في سياق أنشطتي الرياضية، لكن بمجرد خروجي من الملعب أريد أن أكون قادرا على الاستمتاع بحياتي بسلام برفقة عائلتي مثلكم جميعا. أما بخصوص زواجه من سلمى رشيد، رومان سايس يخرج عن صمته قائلا: تطرق عميد المنتخب الوطني المغربي رومان غانم سايس للشائعات التي أطلقها موقع فرنسي حول زواجه بالفنانة المغربية سلمى رشيد مباشرة بعد مشاركته لبلاغ يخص الأشخاص الذين يخوضون في حياته الشخصية. وكتب سايس في تدوينة شاركها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: وفي نفس الوقت ولوضع حد للشائعات الجارية حول صورة أخذت خلال عطلتي في دبي، أنا لست ولم أكون أبدا متزوجا من الفنانة سلمى رشيد، لذا من فضلكم توقفوا عن اقتراح حياة الناس، حياتي تناسبني جدا الحمد لله،